السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأن ربنا خلق فينا خصلة التربية الربانية، فعشان كده هتلاقي صيغة القرآن، معظم كلام القرآن جاي بصيغة الترغيب والترهيب عشان ربنا يربينا. فتأمل معايا كده قول الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. شوف ربنا يعني صيغة الآية إن ربنا بيخوفنا. طب ليه؟ عشان نتوجه إلى الطريق الصواب ونخش في الجنة، ونبعد عن طريق الضلال. صح؟ وإن إحنا نتوجه إلى أعمال الخير ونبعد عن أعمال الشر، مش كده؟ طب تأمل معايا قول الله تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. شوف صيغة الخطاب عاملة ازاي. ربنا بيخوفنا عشان نتقيه. صح؟ شوف مع ان الآية بتتكلم عن النار واللي فيها من وحاشة وكده، على إنها تحمل في طياتها حب الله لنا. تخيل دي إيه والله. لأن ربنا بيخوفنا من النار. إزاي لأ؟ وإحنا كبشر يعني فسرنا الآيات ديت ونلمح في هذه الآيات إن ربنا بيخوفنا، تمام، وبيحذرنا من عقابه. طب ليه؟ عشان هو عاوز لنا الجنة. مش كده برضه؟ مش ربنا عاوز لنا الجنة؟ هو مش ربنا قال: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم؟ صح؟ مش ربنا قال كده ولا لأ؟ فهو ربنا بيربينا، تمام، تربية ربانية. انت هتجي تلاقي صيغ كتيرة جدا في القرآن ان ربنا بيشوقك للجنة، سواء حديث ربنا عن الجنة او اهل الجنة عايشين ازاي وكده، تمام، او بيكلمك عن النار وازاي اهل النار في كبد، وازاي هم بيعيشوا حياة صعبة جدا في النار بسبب اللي هم عملوه في الدنيا. فانت تلاقي دايما تلاقي صيغة القرآن يا ترغيب يا ترهيب. يا ربنا عاوز يقول لك الجنة ويشوقك ليها عشان انت تعمل كما فعل اهل الجنة وتخش الجنة يعني، او ان انت تعمل كما فعل اهل النار وتخش النار. تمام. ربنا قال لك في القرآن اللي هيحصل فيك في النار لو انت اتبعت هواك وكده، فانت هتشوف اللي هيحصل لك في النار. تمام. سؤال لو لابس شوية كده: هي القيامة قامت؟ لا لسه. طبعا ده رد كل الناس: القيامة لسه ما قامتش. أهل النار دخلوا النار وأهل الجنة دخلوا الجنة؟ لا، ما هي القيامة لسه ما قامتش، هيخشوا نار الجنة ازاي؟ تمام. هو طبعا إذا مات أحدكم قامت قيامته. اللي بيموت فينا قيامته قامت. بس القيامة الكبرى اللي مذكورة في القرآن قامت ولا لسه؟ لا لسه. تمام. طب ليه ربنا بيكلمنا في القرآن عن الجنة وعن النار وعن اليوم الآخر بالتفصيل زي ما يكون القيامة قامت والناس دخلوا النار وبعض دخلوا الجنة وكده؟ ليه؟ ليه ربنا بيكلمنا كأن الأمور حسمت والصحائف جفت والأقلام رفعت؟ زي ما ربنا كان بيقول مثلا في سورة الأعراف: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ده خطاب ما بين أهل النار وأهل الجنة. طب هم أهل النار راحوا النار ولا أهل الجنة راحوا الجنة؟ إزاي كده؟ يعني إزاي ربنا بيكلمنا على إن أهل النار راحوا النار وأهل الجنة راحوا الجنة وكده؟ ولسه في حد راح النار ولا راح الجنة؟ بص، هو في حاجتين. الحاجة الأولى ولا مش تبع حلقتنا النهاردة يعني، إن كل ما هو آت لنا هو ماض عند الله. تمام. يعني كل مستقبلنا هو مضى عند ربنا. تمام. والحاجة التانية بقى اللي هو موضوع الحلقة النهاردة: إن أنت مش شايف إن حديث ربنا عن الجنة وأهلها ونعيمها ونعيم أهلها فيها
ان ربنا بيشوقنا للجنة؟ توافقني في كده ولا لا؟ وان ربنا بيشوقنا ليها عشان نخشها، صح؟ ومن ثم لما احنا نشوق للجنة نعمل بعمل اهل الجنة. وطبعا اهل الجنة ربنا وصف لنا فيهم في القرآن بعض ما كانوا يعملوه، تمام؟ وحديث جاء حديث وآيات قرآنية، تمام؟ انا كان ليا فيديو من يومين ثلاثة تقريبا 4 أيام، مش فاكر أوي يعني، كان اسمه هؤلاء هم أهل الجنة أو أصحاب الجنة، مش فاكر أوي. هسيب لك الرابط بتاعه في الكومنتات تحت، بخش اسمعه بعد ما تخلص الفيديو ده، تمام؟ لعلك تبقى من أصحاب الجنة، تعرف تكون بتعمل عمل من دوت فتستزيد من هذا العمل عشان تبقى من أهل الجنة، أو ما كنتش بتعمل منهم فتحاول تعمل من العمل دوت وتخش بالجنة، تمام؟ وكذلك لما ربنا بيوصف لنا النار وأهوال النار وعذاب النار وأهلها اللي يعذبوا فيها واللي ممكن يخلد في النار والعياذ بالله، ربنا يعافينا يا ربنا النار، ونكون احنا من أهل الجنة وليس أهل النار. إن ربنا بيخوفنا وبيحذرنا من عذاب وبطشه وعاوز يدخلنا الجنة، صح؟ وإن شئت فاقرأ سورة الصفات من الآية 40 للآية 68 وتدبر معاني هذه الآيات، وإن الجنة والنار واليوم الآخر احتلت ساحة كبيرة من القرآن. والله إنه من مظاهر حبه لنا، إن هو بيعرفنا إيه اللي هيحصل فينا، إن إحنا لو اتبعنا هوانا واتبعنا الشيطان وكنا من أهل الكفر في الدنيا وكده، إيه اللي هيحصل لنا في الآخرة، وإن إحنا لو كنا من المحسنين المتقين المؤمنين في الدنيا، إيه اللي هيحصل لنا في الآخرة من حبه لنا، تمام؟ وإن شئت فاقرأ قوله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. شوف الآية بتتكلم عن إيه وشوف انتهت بإيه، تمام؟ والله رؤوف بالعباد، يعني ده كله رأفة بينا ورحمة بينا كعباد، تمام؟ هيجي واحد برضه يقول لك مش ربنا بيحبنا؟ اه بيحبنا، عامل لنا الجنة وبيراغبنا في الجنة وبيحذرنا من النار، اه. طب هو عامل النار لمين؟ ربنا بيحبنا كلنا، مين اللي هيخش النار بقى يعني؟ هاجي اقول لك ربنا جاوب لك على الأسئلة دي في القرآن، قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هنعمل ده زي ده. أو قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ده زي ده، المؤمن زي الكافر، المسلم زي الكافر. المسلم اللي بيجتهد ويجد في العبادة ويقيم ليل ويصلي الصلاة الخمسة ويؤدي الفرائض والنوافل وأذكار وكده، زي المسلم اللي نطق شهادتين بس كده، اتولد لقى أهله مسلمين فبقى مسلم، كتب في بطاقته مسلم كده بس وهو نطق الشهادتين، وكل عمله في الدنيا من أهل الكفر والفسوق والعصيان والفجور والنفاق وكل ده، ده زي ده؟ بالله عليك ده زي ده؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ والله 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 هذا ليس من عدل الله. والله إن الله عادل وعدل، يعدل ما بين ما فعل هذا وما فعل ذاك، تمام؟ فده مش هتساوي ده، تمام؟ بس يعني كان فيديو قصير حبيت بس أوضح لك فيه حاجة لعلك تستفيد منها في الدين، ويا رب يا رب يكتب لنا الأجر والثواب ويكتب لكم الأجر والثواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.